السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكون بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده الكنافة بتاعتنا. الكنافة احنا هنحشيها بس مكسرات، مش هنحشيها مهلبية يا حبايب قلبي. انا حبيت ان انا اوريها لكم كده في الاول. بعد ما طلعت شوفوا ما شاء الله انا مخليها اللون الذهبي ازاي. ما شاء الله حبايب قلبي، هي من فوق زي تحت. انا معايا الكنافة بتاعتنا، جبتها وكانت صبحة يعني، وجبتها قطعتها بالمقص، وبعدين سبتها بقى في الطبق. اما قلت ما اجهز بقى الحاجات بتاعتنا. كده معانا الكنافة ومعانا السمنة بتاعتنا ومعايا جوز الهند والزبيب. انا فضيتهم كده على بعض علشان هقلبهم في بعض عشان دي اللي هحشيها في قلب الكنافة من جوه حبايب قلبي. بس الاول هنعمل الشربات بتاعنا علشان عما اكون عملت الكنافة وكده هيكون الشربات بتاعنا استوي. وانا عاوزة الشربات يكون ساقع. الكنافة اول ما بتطلع من الفرن لازم اما بتكون يعني سخنة بحط عليها الشربات وهو ساقع. انا جبت كده 4 كوبايات مية في قلب الحلة بتاعتنا ديت. وهجيب بقى السكر بتاعنا، هحط 3 كوبايات سكر علشان انا عاوزة الشربات بتاعي يكون كتير وكده، علشان انا بحب احط الشربات كتير على الكنافة عشان تبقى مسكرة وكده. بس انا ما بخليش العسل يكون تقيل جامد. انا هحط 3 كوبايات كده سكر على 4 كوبايات مية. وهجيب عسل جلوكوز، هاخد برضو معلقة كمان علشان السكر والمية والليمون ما يكرملش معانا، يدي كده طعم كرملة كده. انا هاخد معلقة من العسل الجلوكوز عشان يخلي لون العسل بتاعنا ابيض كده وفاتح، ما يكونش مصفر وغامق. تمام كده حبيب قلبي. انا هقلبها، هجيب كمان معانا ليمونة نعصرها عصرة كده، وناخد بقى الحلة بتاعتنا نحطها على النار. انا حطيت الحلة بتاعتنا على النار بقى عشان تغلي مع نفسها. عم احط السمنة كمان حطيتها جنب العسل تسيح، بس انا مش هسيح السمنة جامد. انا هسيبها كده قيمة 5 دقايق وهشتلها على طول عشان مش عاوزة السمنة بتاعتنا تسيح جامد وكده. علشان اول ما احطها على الكنافة اقلبها على طول وكده. هي بدأت تسيح معايا خالص السمنة. انا هقلبها كده 5 وبعدين هنشيلها على طول يا حبايب قلبي، ونروح بقى نقلبها في قلب الكنافة. انا هاخدها بقى واروح عند الكنافة واقلبها كلها. لازم الكنافة تتشرب من السمنة كويس. قلبيها كويس وفركها كده بايدك. لازم الكنافة تشرب السمنة كلها. انا كده قلبتها كويس والكنافة كلها شربت السمنة. ونجبت بقى الصينية بتاعتنا بحط فيها الكنافة. لازم افرك الكنافة كده بايديا علشان لو فيها كتل وكده ما تكلكعش في قلب الصينية بتاعتنا، علشان لما تيجي نقطعها تبقى قطع كده متماسكة وحلو. انا بعمل كده الاول برصها في قلب الصينية من تحت وبضغط عليها. بس انا ما دهنتش الصينية سمنة ولا اي حاجة، انا مكترة سمنة في قلب الكنافة كده كده. الكنافة ما بحطها في الفرن وبهد عليها من فوق ومن تحت بتبقى حلوة يعني، بتحمر وتستوي من تحت ومن فوق. بس انا ما بشغل الفرن بتاعي على 180 درجة، بشغله من تحت بس، ما بشغلش الشواية. لو شغلت الشواية مع الفرن من تحت ممكن الكنافة بتاعتنا تتلسع مننا من فوق. انا عملت الدور الاولاني وضغطته كويس بايديا من الجوانب ومن الوسط، لازم نضغطها كويس. وبعدين حطيت الزبيب وجوز الهند في الوسط كده. وبعدين بحط بقى الطبقة التانية كويس عشان لو فيها اي كتل وكده. وهخلص كل الكنافة عليها من فوق. وبعدين هضغط عليها جامد جامد جدا جدا
علشان واحنا بعد ما تستوي وبنيجي نقطعها ما تفكش مننا وكده. بس انا دلوقتي بقطع كده الكنافة، بفركها بايديا، وشوفوا بساوي الكنافة في قلب الصينية كويس. والحتت اللي بتبقى عاوزة كنافة بحط عليها علشان تبقى متسوية معانا. حبايب قلبي اللي مشرفيني من خارج مصر ومن جوه مصر، ما نحرمش من تعليقاتكم الجميلة اللي مشرفاني دايما. وما تنسوش ليا اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد فضلا ليس امرا. انا دلوقتي بظبط الصينيه كلها علشان ما يكونش فيها حته عاليه وحته واطيه. لازم نسوي الصينيه كلها، وبعد ما نسويها نضغط كده من الجوانب، من هنا ومن هنا من الوسط. انا كده ضغطت عليها وسبتها وبقت كلها متساويه. انا هحطها في الفرن وبس. انا هروح عند العسل الاول. العسل غلي معانا، ومعايا فانيليا بواكي وفانيليا سايلة. انا لو انت عندك اي حاجة من الاتنين حطي منها، يعني انا عندي النوعين، بس انا هحط البواكي. وبعدين انا شغلت الفرن على 180 درجة وحطيتها وسبتها. وما شاء الله هي كده بعد ما اتحمرت من فوق ومن تحت، انا قلبتها علشان الوش التحتاني بيبقى متساوي وبيبقى شكله حلو وكده. دي كده الكنافة بعد ما استوت معايا. وانا كمان العسل بتاعنا استوي يا حبايبي، وبجيبه وبحط عليها كمان انا مش العسل مش مخليه تقيل جامد كده وماسك. لازم يكون سايح شوية عشان اول ما تحطيه على الكنافة كلها تشرب العسل. شوفوا يا حبايب قلبي ما شاء الله، انا بشربها كلها عسل، علشان العسل اول ما احط عليها من فوق بينزل فيها من تحت كمان. وانا بهسيبها عما تهدى شويه، هي لسه طالعه من الفرن، هسيبها ما تهدى شويه واقطعها كمان. شوفوا ما شاء الله اللون الذهبي الجميل. ما شاء الله يا حبايب قلبي. شوفوا انا كنت بدورها كل شويه في قلب الفرن علشان تاخد اللون ده. الكنافة اهم حاجة عاوزاها تاخد اللون الذهبي الحلو ده، انت تكوني جنبها على طول تدوري في الصينية علشان تاخد اللون ده. انت ممكن تحطيها وتسيبها تقول تستوي مع نفسها وتحمر مع نفسها، ممكن تتلسع منك. انا اول ما حطيتها في قلب الفرن كنت كل شوية ببص عليها وبدورها. شوفوا ما شاء الله يا حبايب قلبي. شوفوا تمام كده. حبيت ان انا اوريها لكم باللون الجميل ده واللذيذ. وده كده يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا النهاردة، واشوفكم بقى على خير، مع الف سلامة.